الراجل العجوز قرر ان الوقت جه انه يصلح ابنه اللي تايه ومش فاهم حاجه خالص. في الاول راح مكتبه واشترى مجله ازياء رجالي، وبعدها خد ويليام وراحوا الحلاق. مش بس اختار له قصه شعر، ده كمان اختار له بدله وكرافته وجزمه شيك. ولما ويليام لبس الهدوم الجديده هاري بص له بنظره رضا. ولما رجعوا البيت اخوه الصغير ما عرفوش من شكله. ويليام اللي كان مهمل ومبهدل بقى راجل وسيم. هاري وبخ ابنه وقال له ده اخوك. وفي اللحظه دي ايما خرجت من الاوضه. الاب بص لبنته اللي كانت متحمسه، وبص بعدها لويليام اللي شكله كان بيتحسن دقيقه بعد دقيقه. افتكر كلامه اللي قاله لويليام امبارح، بس ان بنته اجمل بنت في الدنيا، وان حتى الامير ما ينفعش لها. بس دلوقتي ايما كانت مهمله اكتر من ويليام، فالاب ابتدى يزعق لها بعنف. ايما ما كانتش فاهمه حاجه. ابوها قال لها تبطل تلبس هدوم رياضيه على طول. الكلام ده جننها، راحت له وواجهته ومش فاهمه ليه فجاه بقى شديد كده معاها. امبارح بس كان بيقول لها انها اجمل من ملكه جمال كوريا. الاب قال لها انه كان بيهزر ساعتها. ايما فضلت تجادله وهو سابها ومشي وهو متضايق. الحقيقه ان بعد التغيير على طول ويليام شاف انعكاسه في ازاز محطه الاتوبيس. ساعتها ابتدى يقلق لانه ما بقاش شبه ابن هاري خالص. خاف ان هاري يتعرف عليه، بس هاري كان عارف الحقيقه اصلا. اتضح ان بعد سنه من ما هاري اخد ويليام ورباه اكتشف انه مش ابنه الحقيقي. في الاول حس بالذنب ناحيته فسابه عايش معاه علشان يضمن ان ابنه الحقيقي ما يطردش ويليام من البيت. هاري تظاهر انه تعبان وبيمثل ان صحته بتسوء. اعتذر لويليام وقال له انه اناني وانه احتفظ بيه جنبه علشان كان بيشفق على نفسه. ويليام ما قدرش يمسك نفسه اكتر من كده، حضن هاري وانهار في العياط.